صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح السعادة عليكم. نورتوني وفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله معاكم النهاردة بقى فيديو جزء كده من يومي. النهاردة انا طلعت الغسيل من الغسالة ده وبنشره اهو معاكم. المنشر ده انا لسه عاملاه علشان بابا عملهولنا علشان الغسيل لما بيتنشر من بره شايفين المنشر اللي بره ده، الدنيا بتشتي، الغسيل بيتبهدل حتى لو حاطين مشمع. فبابا عمل لنا المنشر ده من جوه علشان لما ننشر يعني الغسيل ما يتبهدلش قوي، وعلشان احنا كمان دور عالي فالغسيل عندنا بيتبهدل بسرعة. فدلوقتي بنشر الغسيل اهو، وغسلت الحاجات البيضة الاول لوحدها، وهخش معاكم برضو احط الالوان في الغسالة. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لايكات كتير وكومنتات اكتر عشان انا بحبكم. معلش عشان انا صوتي بس تعبان شوية. يلا كل واحدة بقى تقوم تشوف اللي وراها كده، وعايزين طاقة ايجابية كده ان شاء الله. هحط الغسيل في الغسالة الالوان بقى. طبعا انا كل يوم بغسل غسيل علشان انا معايا اطفال، فطبعا اللي معاها اطفال كل يوم بتغسل، ما الغسالة عندها مش هتسكت خالص. طبعا الغسالة دي اختراع جميل، عشان كانوا الاول بيغسلوا بقى طبعا على ايديهم وكده، فهم حاسين بالجيل الجديد. دخلنا الأوضة كده وهنروق الأوضة مع بعض بقى. الأوضة بقى لها أسبوع برضو يعني من على الوش كده، هنمسح الأوضة كلها النهاردة. فتحنا الشباك كده برضو وهنفضه، وبقول لكم هوا هوا سميرة سعيد. وهنفض الشباك كويس جدا بقى علشان التراب اللي عليه. ولايكات بقى يا حبايب قلبي. حط الشباك كويس جدا. همسك بقى السرير كده ببليتش بقى طبعا. واحلى حاجه بليتش ان هو بيدي لمعه كده لتلميع الخشب، بيدي لمعه حلوه وريحته حلوه. فهقعد المع بيه كده الخشب علشان الاوضه كان عليها تراب. وهشيل كمان السجاد وهنزله تحت المغسله اللي تحت علشان يتغسل. احنا في نص الشتاء كده بننزل السجاد عشان بيبقى متبهدل خالص. هنزله طبعا المغسله اللي تحت علشان احنا مش بنغسله في البيت عشان الميه بقى والعيال ما يبردوش. هلمع كمان الدولاب كويس جدا من التراب. طبعا انا مش بطول القزعه، مش بطول الدولاب من فوق، فهقعد انفضه كده من فوق على قد ما اقدر. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي انا واقفه كمان على جردل والله يا جماعه. انا ممكن اجيب السلم، بس انا الايام دي يعني دايخه، فما بقدرش اقف على سلم عشان ما ادوخش اكتر. فهنفضه كويس جدا. لكن الحتت الواطيه دي ما شاء الله عليا عشان انا قزعه، فهطولها بس. يا سلام، الوردة دي رخمة بقى عشان فيها تراب وبيخش فيها تراب، فرخمة في تنظيفها خالص. فهعمل بقى بقية الدولاب كده كله، هقعد ألمعه. يلا خلاص، انا دي اخر حتة في الدولاب اللي يعني عملتها. زقيت السرير بقى عشان اكنس من جنبه كده، عشان لو في تراب بقى انا موقعاه من الشباك. ونفضت السرير كويس جدا وحطيت الكفر بتاع المرتبة. فسيقت بالشرشوبة خلاص مكان السرير. انا بحط ملاية قبل ما احط الملاية الاساسية بتاعت السرير علشان الملاية ما تتزحلقش، عشان انا العيال عندي بيقعدوا يلعبوا كده كتير على السرير فبيزحلقوا الملاية. فانا هحط ملاية تحتيها علشان ما يزحلقوش الملاية من فوق.
خلصت بقى فرش الملاية من جوه كده وهزق السرير. خلاص بقى انا كده فرشت السرير وكله تمام معايا. هظبط بس من بره بقى السرير، هدخل الملاية في المرتبة كده جامد عشان ما تطلعش وما تتزحلقش. وبعد كده هروح اجيب الشرشوبة يعني علشان امسح جنب السرير الجنب التاني. وبعد كده همسح كويس جدا بالشرشوبة، وهجيب من تحت السرير كده علشان لو في حاجة تحت السرير تطلع كله يبقى تمام. انا الكومودينو اللي بالمراية ده هزقه كده جنب السرير. مش عارفة، انا شايفة كده شكله اشيك، وقولولي برضو لو هو كده شكله حلو ولا لا. انا كنت حاطاه جنب السرير الناحية التانية، بس حسيت كده يعني ان انا عايزة اغير النظام وعايزة مش عارفة يعني، حسيت ان هو اشيك هنا. قولولي برضو لو هو هنا شكله حلو تمام، مش حلو ممكن ارجعه تاني مكانه. قولولي في الكومنتات رأيكم ايه، وانا لو كده تمام، لو شكله حلو خلاص تمام اوكي. بمسحه بقى كويس جدا، وهمسح الكومودينو برضو كويس جدا وهفرش عليه مفرش. طبعا الورد ده اللي هو في الكومودينو ده ارخم حاجة، برضو هو في الدولاب ارخم حاجة بتتنضف. الحيطة هنا كانت مش نضيفة بقى، فغسلتها كده على السريع مكان الكومودينو، فغسلتها. وبعد كده خلاص مسحت بقية الأوضة، سيقتها بقى بالشرشوبة بقية الأوضة كويس جدا بديتول. وخلاص كده الأوضة بقت تمام فل الفل. أنا غيرت كمان الستارة، قلت طالما أنا أغسل السجاجيد يعني هي أغسل الستاير بالمرة، وحطيت الستارة دي مؤقتا كده عشان تمنع الشمس. وكده الدنيا بقت تمام خالص. فاضل بس هفرش السجاد ورشة بقى كده، رشة برفان كده بقى اللمسات الأخيرة. احب ارش برفان بعد ما اخلص، وهطفي النور وهقفل الباب. بقول لكم باي باي بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.